السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. أهلا بكم في حلقة جديدة. حلقة اليوم خاصة بطلبة وطالبات الصف الخامس الابتدائي. هشرح مادة الدراسات الاجتماعية المنهج الجديد الترم الثاني. هناخد شخصيتين، هي شخصية الملك رمسيس الثاني وشخصية الرئيس الراحل محمد أنور السادات. صلوا 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 على رسول الله، صلوا 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 على رسول الله. هنبدأ الأول بشخصية الملك رمسيس الثاني. الملك رمسيس الثاني هو ابن الملك سيتي الأول. هو ابن مين؟ الملك سيتي الأول. اتولى الحكم وهو في سن 20 من عمره. كانت شهرته واسعة بين ملوك مصر والعالم قديما. يبقى الملك رمسيس الثاني هو ابن ملك اسمه سيتي الأول. مسك مكان والده وهو عنده 20 سنة. كان من ضمن شهرته الكبيرة وشهرته كانت واسعة ما بين ملوك مصر والعالم قديما. تعالوا نشوف المعارك اللي خاضها رمسيس الثاني. خاض الملك رمسيس الثاني معركة مهمة جدا اسمها معركة قادش، ودي كانت قصاد أو ضد الحيثيين في العام 5 من حكمه. حقق الملك رمسيس الثاني نصرا كبيرا على الحيثيين، فقد اضطر ملك الحيثيين لإرسال خطاب للملك رمسيس الثاني يطلب منه الصلح. يبقى رمسيس الثاني دخل معركة كبيرة مع ملك الحيثيين لغاية ما خلاه يضطر ان هو يبعت له جواب او خطاب يقول له تعالى بينا نتصالح. فطبعا وافق رمسيس على هذا الطلب، وعقدوا هما الاثنين معاهدة صلح مع ملك الحيثيين سنة 1280 قبل الميلاد، وتعد هذه المعاهدة أقدم معاهدة في التاريخ، ودي معاهدة سلام. أهم المعابد اللي شيدت في عهد الملك رمسيس الثاني. عهد الملك رمسيس الثاني بنى العديد من المنشآت الضخمة في مناطق عديدة مثل معبدي أبو سمبل في أسوان. تعال نتكلم عليهم كده. معبد أبو سمبل الكبير زي ما احنا شايفين في الصورة ده، يوجد على مدخله من اليمين تمثالان هائلان للملك رمسيس الثاني جالسا، ويبلغ ارتفاع التماثيل أو التمثالين كل منهما 20 مترا. يبقى التمثال ارتفاعه 20 مترا. ده تمثال لرمسيس الثاني وهو جالس. أما معبد أبو سمبل الصغير وهو بيسموه معبد نفر تاري، ده بيقع على مسافة 150 متر من شمال المعبد الكبير. زينت واجهة المعبد ب6 تماثيل، شايفين بس التمثيلة ال6 دول شايفين واقفين ازاي؟ 4 منهم للملك رمسيس الثاني، و2 الآخران لزوجته الملكة نفرتاري. وطبعا هنا التماثيل واقفة، مفيش حد فيهم جالس زي معبد أبو سمبل الكبير. نرجع تاني ونتكلم كده على السريع عن الملك رمسيس الثاني. قلنا هو ابن الملك سيتي الأول، ومسك الحكم وهو عنده 20 سنة. كان مشهور جدا بين ملوك مصر والعالم. خاض معركة مهمة جدا في التاريخ، هي معركة قادش مع ملك الحيثيين في السنة 5 من الحكم. طبعا انتصر على الحيثيين
واضطر ملك الحيثيين انه يقدم له خطاب ويقول له تعالى بينا نتصالح عشان نوقف الحرب دي. فوافق رمسيس الثاني على طلبه وعملوا معاهدة صلح كانت سنة 1280، والمعاهدة دي معاهدة السلام، ودي من أقدم المعاهدات في التاريخ. أيام الملك رمسيس الثاني بني معبدين مهمين، أهمهم معبد أبو سمبل في أسوان. بينقسم المعبد ده إلى 2، معبد أبو سمبل الكبير ومعبد أبو سمبل الصغير. أبو سمبل الكبير المدخل بتاعه فيه تمثالان هائلان ارتفاعهم 20 متر، ده للملك رمسيس الثاني وهو جالس. أما معبد أبو سمبل الصغير ده معبد نفر تاري ودي زوجته، بيقع على بعد 150 متر من المعبد الكبير. ليه الواجهة بتاعته فيها 6 تماثيل، 4 للملك رمسيس الثاني و2 لزوجته نفر تاري. صلوا 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 على رسول الله، صلوا 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 على رسول الله. تعالوا ننتقل للشخصية الثانية، وهي شخصية الرئيس الراحل محمد أنور السادات. محمد أنور السادات اتولد في محافظة المنوفية يوم 25/12/1918. اجتهد وتعلم والتحق بكلية الحربية. شارك السادات في أهم ثورة في مصر وهي ثورة 23 يوليو 1952، وهو اللي ألقى البيان بتاعها بصوته. يبقى نقول تاني، ولد الرئيس الراحل محمد أنور السادات في 25 من ديسمبر عام 1918 في محافظة المنوفية، والتحق بالكلية الحربية. وشارك السادات في ثورة 23 يوليو 1952، وهو اللي ألقى بيان الثورة. تعالوا نتعرف على أهم إنجازات الرئيس الراحل محمد أنور السادات. أصبح الرئيس محمد أنور السادات رئيس لجمهورية مصر العربية عام 1970. هو اللي اتخذ قرار الحرب على إسرائيل في 6 أكتوبر عام 1973، وانتهت حرب 6 أكتوبر 73 بانتصار الجيش المصري ومعرفة العالم كله بقوة وبسالة الجيش المصري. بعد النصر العظيم اللي حققه الجيش المصري في حرب 6 أكتوبر 73، نادى محمد أنور السادات العالم كله بالسلام، ودعا إلى دعم السلام الدائم في الشرق الأوسط كله بعد ما مر بحرب استنزاف واستنزفت دماء وأموال وجهود شعوب المنطقة. وفعلا ذهب الرئيس محمد أنور السادات إلى إسرائيل في تل أبيب، ووقع معهم معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل، وكان الكلام ده عام 1979. واستعادت مصر أراضي سيناء كاملة عام 1989. وطبعا معاهدة السلام دي شبه المعاهدة اللي خاضها الملك رمسيس الثاني مع ملك الحيثيين. يبقى قديما كان في معاهدة السلام كانت بين رمسيس الثاني والحيثيين، وحديثا في معاهدة السلام ما بين أنور السادات وإسرائيل. نال الرئيس أنور السادات جايزة نوبل في السلام، علشان كده استحق لقب بطل الحرب والسلام. حتى كمان سموا رمسيس الثاني برضو بطل الحرب والسلام، وسمي هذا اللقب بفضل جهوده المستمرة لإحلال السلام. وأهم أقوال الرئيس الراحل محمد أنور السادات إن الأمة العربية كلها تقف اليوم للدفاع عن مقدساتها، وإن من حقها أن تشترك في صنع سلام حقيقي لا يفرض عليها بقوة السلاح. يبقى احنا كده اتكلمنا نبذة سريعة عن إنجازات الرئيس محمد أنور السادات. هو صار رئيس للجمهورية 1970، هو اللي أعلن الحرب على الجيش الإسرائيلي سنة 1973، وقد حقق الجيش المصري انتصارا هائلا
بعد كده دعا الرئيس إلى السلام وعمل معاهدة السلام، ودي أقوى معاهدة في التاريخ للمرة الثانية. وتمت المعاهدة في إسرائيل عام 1979، وبعديها استعادت مصر جميع أراضي سيناء كاملة عام 1989. وحصل محمد أنور السادات على جائزة نوبل للسلام، ولقب ببطل الحرب والسلام. بكده أكون وصلت معاكم لنهاية الشرح. أتمنى لكم التوفيق والنجاح. لا لي لي لي